مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بالكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. انعقاد مؤتمر تنظيم الشباب العامل بمدينة مصوى. تنظيم دورة تدريبية حول زيادة إنتاج الألبان والغذاء الحيواني. تكريم قوات الدفاع في مدينة حلب. فرنسا تبدأ بسحب قواتها من تشاد بعد إنهاء اتفاقية دفاعية بين البلدين. تركيا تدمر عتادا عسكريا تسيطر عليه الجماعة الفردية بشمال سوريا. والبنتاغون يعلن إجراء وثيقة اعتراضها لحصار فلسطين. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. عقد تنظيم الشباب العامل في فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بمدينة مصوع مؤتمره في 9 من ديسمبر، واختار الهيئة الإدارية التي ستقوده لمدة عامين. وقدمت الهيئة الإدارية التي انتهت دورتها الإدارية تقارير مفصلة عن أنشطتها، متمنية للهيئة المكلفة حديثا النجاح والتقدم في الأنشطة التنظيمية المتعلقة بها. أوضح الشاب سليمان يوسف مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في فرع الاتحاد بإقليم شمال البحر الأحمر في كلمته بالمؤتمر، أوضح أهمية تنظيم الشباب العامل في إعمار البلاد، داعيا إلى تعزيز مساهمتهم في تبادل الخبرات المعرفية وخلق فهم مشترك. وأوضحت مسؤولة متابعة فروع الاتحاد الشابة هيلان أمينة بدورها الضرورة المرحلية لتقدم الشباب بمعرفتهم الواعية وتأثيرهم النامي في توجيه برامجهم التنظيمية، مشيرة إلى أن تنظيم الموارد البشرية هو الأداة الأساسية لتطور الوعي وتحويله إلى عمل جماعي مثمر. هذا وطرحت في الختام آراء واستفسارات من قبل المشاركين، وأفادت الأنباء الواردة أنه نظمت دورة إدارة وقيادة للمشاركين امتدت ليومين قبل انعقاد المؤتمر. نظم مكتب الزراعة في الإقليم الأوسط دورة تدريبية حول زيادة إنتاج الألبان والغذاء الحيواني في 10 من ديسمبر في حمل مالو بمناسبة يوم المزارع. شارك في الدورة التي نظمت بالتعاون بين مكتب الزراعة في إقليم عنسبة ومشروع الزراعة الجماعية 50 مزارعا ممن قدموا من كرن وإلى برعد وحمل مالو. وأفاد مسؤول إنتاج اللحوم والألبان في وزارة الزراعة السيد سجز أباية أن الدورة هدفت إلى رفع مستوى إنتاج كميات الغذاء الحيواني والألبان نظرا إلى معدل الإنتاج الذي يوجد في مستويات متدنية، موضحا أهمية إنتاج الأغذية الحيوانية والألبان في الاقتصاد الاجتماعي وتوفر الغذاء الزراعي. وأوصى مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد بهلب سلمون في كلمته الختامية المزارعين بضرورة الاستفادة من التدريب الذي تلقوه والعمل بجد في اكتساب الخبرات ورفع إنتاجية الأعمال الزراعية التي يقومون بها. هذا ويوجد في إقليم عنسبة أكثر من 400 مزارع ومنتج للألبان. عقد مسؤول التنظيم والإعلام في الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب السيد محمد نور إدريس ندوة للطلاب والشباب العامل بمدينة عصبة حول دور الشباب في بناء الوطن، وقال أن تنمية وازدهار البلد والشعب يعتمد على كفاءة الشباب، مذكرا الشباب بضرورة إدراك ذلك وتعزيز المساهمة والمشاركة الواعية. وقدم شرحا واسعا حول تاريخ النضال التحرري للشعب الإريتري ورحلة بناء وتأمين السيادة بتحدياتها والتجارب المكتسبة، وقال أن القيم التي نمت في الماضي ستساعد في التغلب على عقبات المستقبل. زار أعضاء الجمعية التعاونية للفرقتين العسكريتين 70 و16 في إقليم عنسبة جبهة حلحلة التاريخية، ونظموا حفل تشجيع لأعضاء الفرقة العسكرية 34 المخالطين في بناء سدر هي. وخلال الحفل الذي أقيم يومي 7 و8 من ديسمبر تم اطلاع الزوار على عملية البناء والتحديات والتقدم المحرز. وقال رئيس الفرع المناضل لجبر تخلي سنبت أن الشعب القوي يخلق قيادة وجيشا قويين، والقيادة والجيش القويان يضمنان أمن البلاد وشعبها، مشيدا بتفاني وصمود قوات الدفاع الإريترية. وأشار مدير مديرية حلحل السيد قرماسيون أبرهة ببرامج التنمية التي يقوم بها الجيش الإريتري في المنطقة، مثمنا مبادرة أعضاء الفرقتين العسكريتين 70 و16. وأوضح قائد هيئة إدارة الفرقة العسكرية 34 النقيب ميكائيل مبرحتو أن البرنامج سيمنحهم المزيد من الحماس في أنشطتهم. هذا وشهدت المناسبة حفلا فنيا نحيته فرقة بنيفر التابعة للجيش الشعبي.
أوضح المزارعون المثاليون بضاحية دكي عندو في مديرية عيلة برعد أن الخبرات التي اكتسبوها إلى جانب التوجيهات واستشارات الخبراء الزراعيين مكنتهم من رفع إنتاجية بساتينهم الزراعية التي تلبي متطلبات الأسواق المحلية وتلك المجاورة لمديرية عيلة برعد. ونشد مدير الضاحية السيد تسفى يسوس بخري وممثل مكتب الزراعة بالمديرية السيد زبهرة من قساب بدورهم الجهات المختصة للدفع ببناء السد في المنطقة لتخزين المياه والاستفادة منها مستقبلا في موسم الجفاف. هذا وتزرع في ضاحية عد عنده 60 هكتارا من الأراضي الزراعية من قبل 42 مزارعا. خرج فرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع مديرية مصوع 238 شابا من بينهم 140 شابة يومي 8 و9 من ديسمبر الجاري بعد تقديم دورات مهنية مختلفة امتدت لمدة شهرين. وأفاد مسؤول الفرع الشاب داوود تخلوم في كلمته أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الشركاء لتدريب الشباب مهنيا ويوسع مدى أنشطتهم لتطال الضواحي نظرا إلى النتائج المبشرة من التدريب المهني للشباب. وأوصى مسؤول مشاريع الشباب في فرع الاتحاد بالإقليم المتدربين للاستفادة من التدريب وتعميق معرفتهم واكتساب الخبرات بالممارسة العملية والمتواصلة. ونشهد مدير مدينة مصوع السيد هيل أسفها الخريجين بضرورة العمل بجد لرفع إمكانياتهم وقدراتهم ومشاركة معرفتهم مع زملائهم. وتفيد تقارير مكتب الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا فرع مديرية مصوع بتدريب 811 شابا وشابة هذا العام بدورات مهنية مختلفة. نظمت حملات تعبئة عن انتخابات مدراء إدارات الضواحي ولجان القرى التابعة لمديرية دباروا من 21 من نوفمبر وحتى 8 من ديسمبر. وتهدف الانتخابات استبدال الإداريين المنتخبين مسبقا والمنتهية فترات خدمتهم بآخرين جدد. وحث ممثل مدير المديرية السيد فري وينجيل تخليمانوت في اللقاءات التي أجراها الشعب على انتخاب إدارات كفؤة تخدمهم بتفان وإخلاص بعد أن شرح العملية الانتخابية والمتطلبات التي يجب أن يستوفيها الناخبون والمنتخبين. وأفادت الأنباء أنه ستقام الانتخابات بمديرية دباروا في الفترة من 18 وحتى 24 من ديسمبر الجاري. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. بدأت فرنسا بسحب قواتها من تشاد بمقابل طائرتين حربيتين كانتا متمركزتين في العاصمة نجمينا، وذلك بعد أسبوعين من إعلان تشاد إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع باريس. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر بالجيش الفرنسي بإقلاع طائرتين من طراز ميراج 2000 دي برفقة طائرة ناقلة، بينما تستعد طائرة ثالثة للإقلاع أيضا. وقال مصدر أن وجود هذا السرب لم يعد له ما يبرره بعد انهيار الاتفاقية الدفاعية. وأردف أن فرنسا تغلق القسم المخصص لطائراتها القتالية في قاعدة كوسي في جامينا، وقد قرر الجيش الفرنسي سحب طائراته. وحسب الوكالة فإنه لم يتم بعد الاتفاق على بنود وشروط الانسحاب، وما إذا كانت ستبقى أي قوات فرنسية في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، لكن أولى الطائرات الحربية من طراز ميراج عادت إلى قاعدتها في شرق فرنسا. قال مصدر أمني تركي أن جهاز المخابرات التركي دمر 12 شاحنة محملة بصواريخ وأسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى دبابتين ومستودعات ذخيرة كانت تنقلها وحدات حماية الشعب الكردي المسلحة في شمال شرق سوريا. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة التابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد خلفت وراءها العتاد العسكري حينما فرت من منطقة القامشلي في شمال شرق سوريا. وتمثل وحدات حماية الشعب عنصرا مركزيا في القوات السورية الكردية المتحالفة مع ائتلاف أمريكي يقاتل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المصدر التركي أن جهاز المخابرات التركي نفذ عمليته بعدما رصد أفراده الميدانيون استيلاء وحدات حماية الشعب على العتاد العسكري ونقلها إلى مخازنهم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أجرت أول تجربة ناجحة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى قبالة ساحل جزيرة غوام. وقال البنتاغون في بيان له: نجحت وكالة الدفاع الصاروخي بالتعاون مع شركاء في وزارة الدفاع في اعتراض صاروخ باليستي في الوقت الفعلي للمرة الأولى بحسب روسيا اليوم. وتم استخدام نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتكامل مع رادار ونظام الإطلاق العمودي في الاعتراض. وخلال الاختبار تم اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى.
في الخبر الأخير، يكافح رجال الإطفاء حريق غابات هائل في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث اضطر آلاف السكان للإخلاء والاستعداد للجلاء وسط رياح شديدة أسهمت في انتشار النيران. واندلع الحريق قرب القصور الساحلية وجامعة بيبردين، حيث لجأ الطلاب إلى مكتبة الجامعة لمتابعة تطورات الحريق الذي اشتدت حدته. وقالت السلطات أن عددا محدودا من المنازل قد تضرر دون تقديم أرقام دقيقة حتى الآن، فيما يواجه أكثر من 8100 منزل ومنشأة خطر الاحتراق، وتشمل المناطق المتضررة أكثر من 2000 منزل تم إخلاؤها بالفعل. ولم يكشف حتى الآن عن سبب اندلاع الحريق، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها وسط استمرار جهود الإطفاء. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انعقاد مؤتمر تنظيم الشباب العامل بمدينة مصوع. تنظيم دورة تدريبية حول زيادة إنتاج الألبان والغذاء الحيواني. تكريم قوات الدفاع في مديرية حلحل. فرنسا تبدأ بسحب قواتها من تشاد بعد إنهاء اتفاقية دفاعية بين البلدين. تركيا تدمر عتادا عسكريا تسيطر عليه جماعة كردية بشمال سوريا. والبنتاغون يعلن إجراء أول تجربة اعتراض ناجح بصاروخ باليستي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.